لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب لك الحمد وإليك المشتكى، لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. لك الحمد خلقتنا وفطرتنا وهديتنا وأطعمتنا وأرويتنا. لك الحمد ونحن لا نحصي نعماءك. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن أو خاصة أو عامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وافتحوا طريق السدة يرحمكم الله، لا تجلسوا في مقدم السدة وطريقها وافتحوه أثابكم الله. ليصعد إخوانكم المتأخرون عن صلاة الجمعة الشعيرة العظيمة. وبعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه ما وفد الوافدون ولا ورد الواردون يوم القيامة على الله عز وجل بخير من التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأذكركم يوما يجعل الولدان شيبا نقف فيه بين يدي الديان عريانا معروضة أعمالنا، مكشوفة سرائرنا. وقفوهم إنهم مسؤولون حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقول الباري في محكم التنزيل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن، إلى قوله في الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها الناس لعلكم تفلحون. قبل أيام شاعت شائعة في الشام أن جامعة دمشق أصدرت بيانا يلزم طلابها فيه بالحشمة. وعلم القاصي والداني بهذه الإشاعة، لكن المسؤولون فيها أصدروا بيانا معاكسا يقول إنها شائعة الهدف منها الإساءة إلى الجامعة، فاللباس حرية شخصية. قدر الله عز وجل لي كما لكم أن أكون قبل أيام هناك لأرى ما تشيب له الولدان في الشام، عاصمة بني أمية التي كان العالم يحرك بكنترولها
وتجهز فيها جيوش الفتوح ويعين فيها الولاة وتحكم الدنيا من الشام. واليوم نرى ما نرى من أحوال شبابنا وبناتنا. أيها الشباب، هي رسالة محب ليس بينه وبينكم إلا علائق الإيمان. الآية: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اللباس والزينة كتاب في كل كتب المحدثين، وعلى رأسهم إمام الأئمة وعالم الأمة أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه، في كتابه كتاب اسمه اللباس والزينة، في مسلم، في الترمذي. اللباس والزينة فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، بل وحضنا أن نتجمل، فقال في الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر البطر وغمط الحق. جميل يحب الجمال، بل إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال في الثوب، وكانت له حلة حمراء يمانية حضرمية فيها خطوط سود يقابل بها الوفود، وكانت له حلة يخطب بها الناس، وكانت عمامته سوداء مرخاة، وكان يلبس القلنسوة، وكان يرى في ثوبه النظافة مع الحشمة. لم يحرم الإسلام علينا أن نلبس أو أن نتزين أو أن نتجمل. ولما نزل قوله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، اعتزل ثابت بن قيس وما عاد يخرج، فلما سئل عنه قيل: يا رسول الله هو يخاف أن يكون من هذه الآية. ولما زاره المعصوم الذي لا معصوم بعده قال: ليس ذلك. قال: يا رسول الله إني رجل أحب أن يكون سمتي حسنا وثوبي حسنا. قال: الكبر بطر الحق، الكبر البطر وغمط الحق. وأما أن يكون ثوبك نظيفا جميلا سمتك حسنا فهي السنة كل السنة. هذا أولا. فلا يزايد أحد على شرع الله عز وجل. كان يلبس المرقع ويقول: سيدي عمر لبس المرقع. وأن يلبس الخرق البالية ويكون ثوبه متسخا، أقول: نعم سيدك عمر كان ثوبه مرقعا، وأسيادك من السيخ والهدوس لا يغتسلون شهورا كاملة، شعورهم مرخاة، هم اليوم يعيشون في هذا القرن أيضا لا يغتسلون لا يتطيبون، ثيابهم مرقعة. ليس الأمر هكذا. يرعى الله دينك وإياي. ليس الأمر هكذا. نعم، هي الزينة التي شرع الله عز وجل لعباده أن يتزينوا بها.
أن يكونوا جميلون في مناظرهم وسمتهم. وفي حديث مسلم يقول المصطفى لعبد الله بن عمر رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، يقول له لعمر، يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. نعم. ويأمر أصحابه أن يتجملوا، يأمر أصحابه أن يتجملوا، فقد رأى على بعضهم حلة بيضاء أعجبته فقال جديد أم غسيل؟ قال غسيل يا رسول الله. هو عبد الله بن عمر قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. الحديث عند ابن ماجه. رأى عليه حلة أعجبت رسول الله قال إن غسيل أم جديد؟ قال غسيل يا رسول الله. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. لم يأتي الإسلام ليحرم اللباس والزينة، لكنه جاء ليضبط الفطرة ويسوق الناس إليها حتى يكون الرجال رجال وتكون النساء نساء. فلا يستدلن شاب ضاع في متاهات الفيسبوك وفي قنوات الفضاء، لا يستدلن على الدين، لا يستدلن على حال الأمة المائل اليوم بنصوص الشريعة والدين. نعم، نحن مطالبون بالجمال والزينة، لكنها الزينة المضبوطة بالفطرة. وأما أن يتخنث الشباب وأن تترجل البنات والنساء ثم يستدلون على هذا بأن الله جميل يحب الجمال، ومن قال لك أنك جميل وقد جعلت شعرك في كل مكان وقد أرخيته مرة ورفعته مرة ووشبت على يديك ورفعت كبزتك حتى كشفت بطنك أو طرف إليتك وضبطت ثوبك ومزقته مرة. من قال لك أن هذا جمال؟ ومن قال لك أن هذا مما أمر الإسلام به وجاء؟ نعم، أنت تخالف الفطرة، غير أنك تخالف الإسلام العظيم. أن يكون سمتك حسنا شيء، وأن تكون متشبها بالنساء شيء آخر. وفي البخاري تعليقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي طريق أخرى لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. طبعا هنا نحن لا نسيء للطرف الثالث الذي خلقه الله عز وجل هكذا، فلا هو مع الرجال ولا هو مع النساء، هذه خلقة. لكننا نتكلم عن أخلاق الرجال ولباسهم وحديثهم وحياتهم. إذا صارت كأنها حياة النساء فأبشر، لأنك مشمول بلعنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن هنا لا نبث الدعاية لأن يكون الإخوة طالبانيون مثلا أو تكون النساء. نحن نطالب بأقل حقوق المجتمع عليك أن تكون محتشما، أن تكونين محتشمة، أن تكونين محتشمة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالت أم المؤمنين الصديقة رضي الله عز وجل عنها وأرضاها: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أزرهن واختمرن بها.
شققن خمرهن أزرهن واختمرن بها، يسارعن بتطبيق أمر الله عز وجل، كأنهن في المدينة غرابيب سود. أما أن نرى هذه المناظر في بلاد الشام، في عاصمة الإيمان دمشق، في أعرق جامعات العالم، فهذا ما يندى له الجبين. البس جديدا وعش حميدا ومجهيدا. لكن ما قال لك رسول الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الشاب بين 19 و30 وأنت ترتاد جامعات عريقة لتكون بعد قليل قائدا في المجتمع. ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن امرأة بصورة رجل. ولم يقل للنساء كن رجالا بصورة نساء. أجل تبدي المرأة زينتها لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لكنها لا تبدي زينتها لكل من هب ودب، تخرج من بيتها كأنها ذاهبة إلى ليلة الدخلة. إلى أين؟ إلى الجامعة بهذا المنظر. نعم، هي حرية شخصية. بالله عليك اسمعي إلى أمير المؤمنين أبي هريرة في الحديث الشريف. أمير المؤمنين في الحديث أبي هريرة، وقد رأى امرأة قد خرجت متزينة متعطرة، فلما قطعت أبا هريرة قال: إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد يا أبا هريرة. ليس إلى الجامعة، إلى المسجد. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت يجد ريحها الرجال فهي زانية حتى ترجع. يا لله يا لله، ارجعي فاغتسلي. هذه الزينة هي للبعل فقط. ولمن ذكر القرآن العظيم في سورة النور. نحن لا نريد أن يكون مجتمعا منغلقا بصورة واحدة أبدا، وإنما نحن نبحث عن الحشمة في أيام الصيف الحارة وفي أيام رمضان القريبة جدا. نحن نبحث عن الحشمة في هذا المجتمع الذي إن لم يعد إلى الله عز وجل فما يستقبله من أيام سود أعظم وأشد من الأيام التي مرت. ولقد أرسلنا في من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول القرطبي عند هذه الآية: يخالف كثير من العلماء، يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إنه لما كان الغالب في الوجه والكفين ظهورهما في العبادة والعادة فقد وقع عليهم الاستثناء. واستدل بما رواه أبو داود من حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا دخلت على أختها وعليها ثياب رقيقة. قالت: فغضب رسول الله وقال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وكثير من العلماء يقول: لا، الوجه يغطى أيضا. هي خلافات فقهاء، لكن ما قرأت ولا سمعت ولا عرفت ولا توقعت أن تكشف البنت صدرها وقدميها
أواخرها ومقدمها وتسير بين الشباب. وما علمت أن الشباب يتبعون كل ناعق في الغرب الكافر المجرم ليعنونوا ذلك بالحرية الشخصية. حرية شخصية في اللباس، حرية شخصية في اللباس. ومن قال لك أنك حر أمام تعاليم القرآن العظيم؟ أنت مقيد بها حيثما أمرك الله عز وجل تسير. أجل هكذا نريد من شبابنا في جامعاتنا وشوارعنا ومن بناتنا أن يحتشموا فقط، أن يحتشموا. إذا أردت أن تخلع الحجاب وتحارب الرب سبحانه وتعالى وتتمردي على قوانين الفطرة فأنت وما تشائين يوم القيامة. لكن نحن كمجتمع من حقنا عليك أن تكوني محتشمة فقط. حتى عندما تكونين سبور هناك حشمة، هناك أدب، هناك خلق، وخصوصا في الجامعات. إنها رسالة لإخوة الشباب وأخوات البنات ومن قبلهم ومن بعدهم، رسالة لأولياء الأمور الذين سيقفون على ميزان الحق عز وجل ويسألون عن أولادهم وبناتهم: ماذا عملت بهذه الأمانة؟ قل: يا رب درستها هندسة، جيد. أنت: يا رب أنا درست ابنتي في كلية كذا وكذا، جيد. لكنها لم تكن محجبة، لكنها لم تكن مؤمنة، لكنها لم تكن على تقى. جهز لسؤال الله عز وجل جوابا، وجهز لسؤال الله جوابا عن شبابنا الذين إذا رأيتهم بعيني رأسك في شوارعنا تقول أن الساعة قاب قوسين أو أدنى، أن الساعة قاب قوسين أو أدنى. أنتم الشباب، نعم، أنتم أحفاد خالد بن الوليد وأسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل ومحمود زنكي وصلاح الدين. أنت، نعم. يا أخي إلى الله اركبي. أيها الشباب، احفظوا هذه الجملة جيدا فإنها ستنفعكم في دنياكم وأخراكم. الحرية الشخصية مقيدة بأوامر القرآن العظيم، فحيثما جاء أمر الله سبحانه في كتابه نقول: لبيك اللهم وسعديك، والخير بين يديك والشر ليس إليك. ولا يضحك عليكم أحد. قال تعالى يخاطب اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لما عرج بحبيبكم صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ورأى من مناظر الغيب ما حدثنا به كأننا نراه رأي العين، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. صنفان لم أرهما، قال المفسرون: لشديد عذابهما يوم القيامة. الأول: رجال بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والثاني: يا رسول الله: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رؤوسهن كأسنمة البخت. بل إن الأخوات المحجبات أيضا فهن الحجاب على غير ما شرعه الله عز وجل. نحن لا نتكلم عن البنت التي خرجت تنكش شعرها وترفعه لتعرضه للناس، لا، هذه معروف موقف القرآن منها وموقفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مسكت ورد 15 مليار صلاة على النبي لن ينفعها حتى تغطي رأسها. حتى التي تحجبت وغطت رأسها صارت هناك موضة تضع تحت حجابها ما شاء الله لها أن تضع، يشملها حديث رسول الله: رؤوسهن كأسنمة البخت، كأسنمة الجمال، مرفوعة بهذا الشكل. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم ولا
يلبس عليكم إبليس فيقول هذه جمال، وقد قدمت لكم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بل إن المحدثين حدثونا أن عبد الله بن عباس رضي الله عز وجل عنهما يوم ذهب ليحدث الخوارج أول ما رأوه وكان عليه حلة ب1000 دينار، قالوا أأنت ابن عم رسول الله؟ قال نعم. قالوا وتلبس هذه الحلة والدينار ب10 دراهم، 1000 ضرب 10,10,000 درهم، أأنت ابن عم رسول الله؟ قال نعم. ثم قال ابن عباس وقد أوتي الحكمة أأنتم أعلم برسول الله أم أنا؟ قالوا بل أنت. قال فإني والله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل الثياب ويخرج بها ليقابل الوفود. نعم، البس جديدا، والبسي أنت أيضا جديدا، لكن دعوا هذا مضبوطا بالفطرة، مضبوطا بأوامر القرآن العظيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واحفظنا وشبابنا وبناتنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. أقول ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المسلمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللهم عن أربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك أجمعين. واعلموا أيها الإخوة أن ضيوفنا من جانب إبراهيم الخليل لا يزالون يجمعون بتتمة مسجدهم مع جمعية المكفوفين، فمدوا لهم يد العون وأجزلوا لهم العطاء. واعلموا أننا في ساعات الإجابة التي لا يوافقها عبد يسأل الله لدنياه وأخرى إلا أجيب. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين كاملين تامين متلازمين إلى يوم الدين. نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى العلم من كتابك وأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تفض مجلسنا ومجمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واجعلنا وأزواجنا وذرارينا وأهلينا في عين عنايتك وفي أكمل رعايتك. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، واحفظنا من همزات الشياطين، وادخلنا في دائرة حلمك، وانشر علينا خزائن علمك، واكلأنا كلاءة الجنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي بيدك مفاتيح الفرج، الذي إذا شاء أمرا أن يقول له كن فيكون. عجل في بلاد الشام فرجنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا واستعملنا صالحين، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا أحياء وميتين، ومتعنا بكمال برهم وصحتهم وعافيتهم، ومن قبضته منهم فأنزل عليه في قبره أنوارك وأسرارك ورضوانك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا